في بداية القرن ال16 وتحديدا في اسطنبول بدأت أول مقهى باسم القرة خانة، وفي القرن ال17 هيحصل أول افتتاح لأول مقهى في فيينا، وبعدها في إنجلترا، وبعدها في فرنسا. وفي نفس الوقت ده تم افتتاح أول المقاهي في مصر. المقاهي في مصر الأول كانت واخدة شكل بدائي جدا، كانت عبارة عن ترابيزة خشب كده بيقف واحد عليها هو اللي بيعمل القهوة والشاي، حاجة شبه النصبة اللي بتلاقيها على الطرق السريعة الدائري بتاع الحاجات دي. وكان بيبقى جنبه دكة أو مصطبة الناس تقعد عليها تشرب الحاجة، السلام عليكم مشي. مع الوقت بدأ يكون مقر للكلام، النقاشات، وكتروا الناس اكتر، مما ادى الى احتياج ان يكون في مكان بيلم الناس دي كلها. والمقاهي او القهاوي دخلت مصر في 3 اشكال. اول شكل هو الشكل الشعبي. خلينا نتكلم النهارده عن قهوه عريقه زي قهوه الفيشاوي، بدات سنه 1773. ديكورات المكان كان بالخشب وبالعاج، كان فيها قعدات متفرقه، كان فيها شلت للقعده لا تخلو طبعا من الكراسي الخرزان، حوائط مليانه بالزخارف الاسلاميه، والاضاءه زمان كانت طبعا بتعتمد على الشموع وكده، فكانت اضاءه صفراء. ولما دخلت الكهرباء برضه هم استخدموا نفس الاضاءه عشان يدي لك سيم معين او روح معينه للمكان. طبعا ظهرت العاب زي الدومنه والطاوله والشطرنج. انتوا بداتوا دور الدومنه من غيري؟ في تسجيل ولان احنا كمصريين طول عمرنا معروفين بخفه الدم، فظهرت العاب القافيه تحكم، اللي هو يجي واحد يقول جمله مثلا امبارح فيقول له اشمعنى ما جاليش نوم، بس يعني على بوزن وقافيه. يعني حتى تلاقي دايما في الافلام القديمه حد يقول لحد اشمعنى يقول له انت هتخش لي قافيه، فكان بيحصل زي تقابل بين اتنين، واحد يخش لواحد قافيه، حاجه اشبه بالباتل راب اللي موجود النهارده. القهاوي اصبحت مكان بينقل التراث وينقل الحواديت، واصبحت هي المكان الرئيسي للسيره الهلاليه. تقدر دلوقتي تشوف الحلقة كاملة على اليوتيوب، اللينك في أول كومنت.